مشاهدينا أهلا بيكم. مين فينا مش عاوز يزود فلوسه بس تكون بطريقة مضمونة؟ طيب تعرف إن في بنك جوه مصر هيديك عائد 18% لو اشتريت شهادة الادخار منه؟ أيوة زي ما سمعت كده 18%، بس طبعا ده بيكون بشروط. طب مين البنك ده؟ وإيه تفاصيل الشهادة دي؟ خليك معانا عشان تعرف كل الحكاية. لو سألتك عن أعلى فايدة بيقدمها لك البنوك على شهادات الادخار في مصر، أكيد أول إجابة هتيجي ببالك لو أنت متابع هتبقى 17.25%. وفعلا دي أعلى فايدة موجودة على الشهادة الثلاثية في مصر تحت اسم مختلفة في 5 بنوك. بس لو انت نفسك طويل شوية ممكن تشوف صك البركة. الصك ده موجود في بنك البركة الإسلامي ومدته 10 سنين، ومتاح ب4 دوريات لصرف العائد، ويقدر العميل يختار ما بينهم. أول اختيار هو دورية صرف العائد تراكميا، يعني مثلا تستلمه في نهاية مدة الصك، وفي الحالة دي بيكون العائد 18%. ومن حقك في حالة العائد التراكمي إنك تطلب الحصول على 50% من العائد المجمع بعد مرور 5 سنوات من عمر الصك. إنما بقى لو هتختار صرف العائد السنوي، في الحالة دي الفايدة على الصك هتكون 11%. الاختيار الثالث معانا هو صرف العائد النصف سنوي، يعني كل 6 شهور، وهنا الفايدة بتكون 10.5%. والاختيار الرابع والأخير هو صرف العائد ربع سنوي، يعني كل 3 شهور، وفي الحالة دي الفايدة هتكون 10.25%. صك البركة تقدر تشتري بداية من 1000 جنيه ومضاعفتها بدون حد أقصى، يعني 1000 2000 3000 وهكذا، وبيبدأ احتساب العائد اعتبارا من اليوم التالي للشراء. كمان البنك بيديك مجموعة من المميزات في حالة شراء صك البركة، زي إصدار باقة خصم لسحب العوائد والحصول على تموين في حدود 90% من قيمة الشهادات. وعشان تقدر تشتري الصك لازم تفتح حساب توفير أو حساب جاري، وده اللي هيتم إضافة العائد بتاعك عليه. أما بقى شهادات 17.25% فموجودة باسم الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي، والقمة في بنك مصر، وبريمو جولد في بنك القاهرة. الشهادة مدتها بتكون 3 سنين، وتقدر تشتريها بداية من 1000 جنيه، ولو هتاخد العائد عليها كل سنة بيبقى الفايدة عليها 17.25%، ولو العائد كل 3 شهور الفايدة بتكون 16.25%، ولو العائد كل شهر الفايدة بتبقى 16% بس. أما بنك قطر الأهلي فمنزل شهادة جديدة بعائد سنوي 17.25% برضه، بس عشان تشتريها لازم يكون معاك 500 ألف جنيه على الأقل. كمان البنك العربي الإفريقي الدولي أعلن عن طرح نفس الشهادة تحت اسم شهادة أميرالد، وتقدر تشتريها بحد أدنى 5000 جنيه. وفي النهاية بقى محتاجين نعرف رأيكم، هل بتفكروا تربطوا شهادات جديدة بفلوسكم سواء كانت شهادة ثلاثية أو صك البركة ومدة 10 سنين، ولا خايفين البنوك ترفع الفايدة تاني على شهادات الادخار؟ شاركونا.